بسم الله الرحمن الرحيم. يجب فهم نصوص الكتاب والسنة على حسب قواعد علم البلاغة. واجب فهم كلنا نصوص الكتاب والسنة، يعني قرآن وحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم نقول قاعدة علم بلاغته نوري. إما ورا إيش خون شنكي وان يعني كتاب والسنة بأوية بعربية بعربية علم بلاغت هي يقرر القراوي بفهمي نوري. يعني علم بلاغة شو كان زمان عربة درس نزاته يوجد أبي شيء بزمان عربي وشاي قالك موافقون. ثم إن المسألة التي نريد أن نتعرض لها المسألة كم تخازن دست بابج نيكي أم خجير ظاهر بكن هوري، يعني أم ديمش بفن هي مسألة نصية. مسألة نصية شو نصية؟ أي متعلقة بنصوص الكتاب والسنة وفهمه، يعني على قوة مثلا ما بآية بنص كتابه هي، يعني بآية قرآن هي بسنة رسول الله هي وفي موانع هي نوري. فيجب إذن ما دام وريه يعني لازمة أن نتعامل مع هذه النصوص على حسب أساليب اللغة العربية. كلام معاملة بكن بظن نصارى نقول أسلوب زماني عرب نوري. وقواعد علم البلاغة والقراء قاعدة علم بلاغته الموافقة لأساليب اللغة العربية والمبينة لها، أو قاعدكم موافقة أسلوب اللغة العربية أو بيان اللغة العربية نوري بالبيان والأسلوبات كده. فهمت بقى؟ يعني أو قاعدة علم البلاغة يكون موافقة أسلوب أساليب زماني عربية ومبين زماني عربي وان قواعدها. فيجب أن نحمل مثلا شوى مثلا يعني موافقة قاعدة علمية بالأخذ شوى، يعني فيجب أن نحمل الحقيقة من هذه النصوص على الحقيقة. قال جبان نص مثلا حقيقة محمد كسر حقيقته والمجاز منها على المجاز جبان نص مجازي وان قال مجاز معنى بكده، والكناية على الكناية قال إيه كناية بس كنايته. فالمسألة إذا قبل أن تكون عقيدية هي مسألة بلاغية. إذا فالمسألة قبل أن تكون عقدية هي مسألة بلاغية، وليس المسألة أم بين فيما نصوصات بين كتاب السنة فانك أم بين المهمة نوري، يعني قرى ظاهري مهم. المسألة إذا يعني ما دام وري قبل أن تكون عقدية بريك مسألة اعتقادية مسألة بلاغية، هي مسألة بلاغية نوري. شو جرى شو قرى أسلوبها جرى في زماني بيناس كده، جرى في زماني بفهم كده. فإذا راعينا في فهم هذه النصوص هذه القواعد والأصول وقت رعاية بكن في يمكن فان آيات وحديث هذا فان قاعد أصولا وزما يكون فهمنا لنصوص الكتاب والسنة أقرب إلى الصواب. وزما في ما نصوص الكتاب والسنة رجع آيات الكتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نص السنة ده نسكي بالراسية. وأما إذا لم نراعيها وقت رعايتها فان أو نكن نوري فان قاعدة نكن فلا نقترب من الصواب من راسنا بل نكون دائما بعيدين عنه. أما جي دوربن متخبطين في هذه النصوص أما أوزق صقريبا في يمكن أفضل النصوص هذا، يعني أما تدا بمين أما تدا بنفع جهة ده تخبط، يعني هو مش كذا بقارئ طبعا أصلا وجعل يجاز يعني. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من إخواننا خطأك وقالك هظالمات كذنيكي أنهم عندما يسمعون كلمة التأويل مثلا كنت بين كلمات تأويل ساعتك يحصل عندهم منه انزعاج وحساسية وعاجز تبنوها أنرجيا وانشي ألرجي شيء بلشي كمان، وكأنهم يفهمون التأويل مع التحريف وكآت آيات كتبوا والذين في قلوب زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتن ابتغاء التأويل وين معنى فهمت حمد نوري ما قلت تأويل نوري. وكانهم يفهمون من التأويل مع التحريف تأويل من التحريف فهمت كن وليس التأويل قال بك تأويل ما قول قاشي ظاهرة من السماوات كنيا أكو أو أكو على ما بحث كريه لنصوص هذاجي إلا حمل الكلام على المجاز أو الكناية. تأويل أنجح شيء حمل كلام يسمى مجاز كنايته اللذين هما أبلغ من الحقيقة والتصريح. طيب مجاز حقيقته كناية تصريحي ده بلغت وأليق بحمل كلام الله تعالى عليهما نوري وده لايق بحمل كلام يخدا السب. فهمت بقى؟ ومن الطريف في هذا الباب أن بعض الأفاضل من العلماء استدل على أن التأويل منهج رباني علمنا الله تعالى إياه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي. يعني مش انترساني تبي قونية داية
طريفة يعني تشكي انترسانة نوري تشكي خوشكة أن بعض الأفاضل هنكي عالمة هنكي عالم هنكي يعني فصيلة عالم شو وانا هنكي يعني فصيلة عالمة يعني استدل على أن التأويل لله وأن التأويل منهج رباني أساس أساس برنامجي ربانية ريكا خدايا علمنا الله تعالى إياه قضاء مع علمان ديويري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لسان زماني في خنبري أخو بما يلي نوري شم أم بي علمان حيث قال قوتيا وكيف ينكر باب التأويل عالم قوتنا وبعض الأفاضل قوتنا وضمن عجبوا بعض الأفاضل وهني جوان عالما قوتنا وكيف ينكر باب التأويل وشو التأويل في مسألة تأويل بإنكار كرن وقد رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر روايات كثيرة فيما يرويه عن ربي عز وجل دوي حساك ربي أخويا حساك سيدا أو رسول الله ربي أخو روايات كثيرة وهو أوجي إن الله تعالى يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني فضايا تعالى بيجي يا عبدي من الطعام التلابة الطعام يشتكر يعني تخواني بديمن تخواني دامن الحديثة يعني تنبي الحديثة دبي مريض فلم تعودني ناضي زيارة من أخوش كتن يعني ما فيها بيت ويل دبي فخداي تعالى إيش حتى يجبر خواني هي خداي تعالى نخوش كذا الحديث المشهور أو حسوك وقال في مزاج عنده مريض فلم تعودني أجل نخوش كتن تناطي تسلينا دامن فقال العبد حمل الكلام على إطلاق وظاهره جازة طابت دي دوما حسيات بيجي دوما حسيات بيجي أو عبد بيجي يعني حمل كلامي قضايا تعالى تكي حتى قصي كلامي قضايا بيتبر معنا أخو على قرى اختلافي تذاهد بزانن على إطلاق وظاهري سر إطلاق وظاهري تبي عبد فهمتك تبي يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين إذا شو طعام رب العالمين احتياج رب طعام تنكي فأظهر الله له التوبة جاء خدت على شوتك جاء توبة زارتك فقال دبيجي استطعمك عبدي فلان فلن تطعمه بمعنى كو از طلبة طعام شكل يعني عبدي من فلان كاس ميزة برشيبو فقير بو طلبة طعام شكل تندى از بمعنى دبيجي يعني ميزة باي خداي تعالى بله خداي تعالى في حساب قدسي ده كرسول صلى الله عليه وسلم ربي عالم روايتك فتويل داية فعلمنا أن ما جاء من هذا الباب فسبيل جنس هذا التويل نوري يا فعلمنا تعليم ما كذي في خنبر لسان حتى قدسيدا أن ما جاء من هذا الباب يكش في بدور فسبيل جنس هذا التويل رياويتشي بنزل جنس في تويل في تويل يعني إيكو هابن إيكو حقي خدادا ديمكي شيء حقي خدادا الجورا ظاهري نبل بزفاي خدا بخو تويل كذي الجورا حديثي خدا تعالى بخو تويل كذي نوري وكذلك ما يسعى الله تعالى ظاهره إيكو محال بس خدا ظاهري أو شيء وري ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم خدای تعالى مثال انسان راتينه خدا هر چیز آنه افجی مثال که یعنی گرک من مثال فهمت که مثلا مثال که کوای تشتی حق خدای میزه یعنی حق خدای تعالى ده محال محاله تو خود تأویل کیه işte hinge alma goti asas mesela teviliş خو سر زمان پیغمبرو او رب العالمين نوري يعني وصاحي افتويله كان بيجي معنا في يمكنني حمله كلام الجولا حقت بحقت مجاز بمجاز كنايه بكنايه افيش خود تنقاري كارد حال المتقدمين من السلام شنوري درما متقدمين الشرفه وبناء على ما قررناه بناء سيكون انا مقوحتانها نقول من بيجي تمام إن الصحابة والتابعين وبناء المسألة نقول يا يعني والله أعلم حالش بيش نقول يعني بانينة معنى بانينة نقول بانينة على ما قررنا بيجد حالك أم بناء كسر إبري يعني مصدر مفرد حال هندك بيج مصدر تي تمام يا الملكور كم فلوجي يعني لأجل بناء على ما قررنا تمام وشاي جابنا كم بالمعنى بانينة أم بيجد إن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم صحابي وتابعين وأقحاح العرب كلهم وقحي عربي الصادق يا صديقي تعرف حينما نزل القرآن وقت القرآن هات كانوا يفهمونه على وجه أي بشكل فهمت كده شو بشكل أي يفهمون الحقيقة منه حقيقة والمجاز مجازا والكناية كناية مش يمكن زمان الخرا نبوه لأنه ورد على أساليب يمكن القرآن زمان أسلوبه وانبو وطرق تعابيره وبسبب الرياء تعبيره وانبو ومحاوراته فيما بينهم tartışma olan, diyalog olan aravan da goravi bu.
فكما لم يكونوا يفهمون النصوص كلها على أنها مجازات وكنايات، شو مثلا نصاص ساق فيهم نذكر كواي مجاز وكنايات، طبعا ندقت المجاز وكنايات، طبعا ندقت مجاز وكنايات، كذلك لم يكونوا يفهمون النصوص كلها عنا أنها حقائق، أي بفي شكلي يعني نصاص تفرع ندقت الحق تجي ولا فهم نذكر حقت ولا فهم نذكر تمام، يعني عربي لا شيء ولا فهمت كده. فالصحابة والتابعين كانوا مؤولة بالمعنى الإصلاحي للتأويل، يعني صحابي والتابعين بخو تأويل ذكر بمعنى إصلاحي تأويل، يعني كل قارشي حقيقتي، يعني بمعنى مجازه كدايتي. ومن أجل فهم صحيح النصوص جبوا فهم صالمش نصارى لم يكن الصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم هذه النصوص بيجنيا كارسكا رسول الله بحسينة يحتاج شيء ندوكي جبوك ذات صالم فهم تكرن الصحابي مراجعة رسول الله نتكن فهم ما بل كانوا يراجعونه في معرفة ما خفي المراد منه، إيه مراد خفي بنا دور ده مراجعته يتكرن، وفي معرفة تفاصيل ما أجمل في هذه النصوص من الأحكام وغيرها، أو دفهم كرنا تفصيلات إيكو مجمل بنا، يعني وها نخيا بنا معناه ونظهر بنا نخيا بنا دفهم نصوصا أحكام وغير أحكامها أدوان ده مراجعة الرسولات. فهمت كين؟ مراجعة كيف الناس كرنا تفاصيل أو إيكو مجمل بود دفان نصوصا ده أحكامها، بس تقول ميجي كات قول رسول يا رسول الله ميجي شوايه تقول صلاة الصلاة والسلام ده يا أيها النبي يا أيها الذين صلوا عليه تقول يا رسول الله شو صلاة السلام، فأنا صوت كده لأنهم كانوا عربا أقحاحا، çünkü فأنا عربي خرو صادبوا نوري وقد يعني خرنبوا بزمانه وان، وقد وردت هذه النصوص على أساليبه الناس يقول أسلوبه وانبون التي كانوا يتحدثون بها أبيك به خبرت بنا جعلين بنا، ولم يكونوا بحاجة إلى أن يسألوا الرسول عن المراد منها. مثلا احتياجاتنا بكوز بيغمبر صلى الله عليه وسلم سؤال بكن كامراد فانا تشيه هل هي حقيقة أو مجاز أو كناية ذات الغراز مام، فهمت كين؟ كما أن حديثنا فيما بيننا مثلا أنت أراخذ خبر نادر شو خبر دانا مد آرامدا يقع قسم منه حقيقة، قسمك يا حقت بورة معنى حقيقة بورة، وقسم منه مجازا قسمك يجي مجازا دبي زراب نزل تبكش ما دبي زل تخمين ويعقد مجاز قلابيش أبر قلابيش وقسم الكناية قسمك كنايته جانب مع كناية كي أوادها وقت تورية، يعني يمكن بردها معنى حقيقي بيقص كل معنى مجازي بيقص كل، بس دبي فلان كاس مالا وشينا هاي يعني جامرة بشينا يعني جامرة، ولا أحد يستفسر المتكلم إلا إذا أشكلت عليه كلمة أو أشكل المراد، كس تفسير كلمة تفسير هناك ناخذه أنجح كلمة مشكل به يجب مراد مشكل به أو يحتاج كلام يحتاج كلام بقى تفصيله به نوري، وإلا كنا نوري فكلنا نتحدث ونتفاهم فيما بيننا أم تشتغلن وأم فهمتكن دار أخذها بدون أن يراجع بعضنا بعضا نام كاتب يا خسكر حقته قص يا مجان ورد بين ذات بليه ما حقته مجاز بليه، كذلك كان الصحابة أي صحابي جوها يفهمون كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وطيب يخمر رسوله فهمت كرن لو ماكو دوي شاغدا مثلا قلت قد يد تبارك الذي بيده الملك يا رسول الله كذا سيخد يا فيدت كيشكوريت ملكت عايدية يعني حكمنا لك قوية ما تبي قونيا دسي فرانكس ده تبي قونيا دسي فرانكس ده يعني بتخدس سندري دسي خو يعني تبني أواوي ده تبني كنترول ده تبني إدارة ده نوري شو قال في أوري فهمت كير ما يسجندر التنبيه على خطأ في بعض الناس يقع في بعض الناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.